الرحيم. ما دام انت سياده الرئيس يعني شكرت يعني الفريق التقني اللي يخدم معنا من الحجاب ومن الزملاء. سي اسامه قاعدين نصوروا فيه. سي اسامه تفضل. سي اسامه رجع له وقته سيدي، نعوضهم بعد. مداخلته يا سيد شيراز. يا شيراز مدام يهديك احسن الظن، احسن الظن بزميلك. يلا مش لاباس بسم الله يا مدام خلينا نتكلم الله يهديك. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس يعني حقيقة الحق انت شكرت الفريق العامل في المجلس، لكن فما فريق اخر يمكن نسيته وانت اكيد مش جايين بعد، اللي هما يعني الفريق التلفزة الوطنية اللي معنا صراحة من الصباح لليل. نحب نشكرهم يعني واقفين على ساقيهم بال20 ساعة وصلنا، يعني تحية لهم على المجهود اللي عملوا فيه. سيد كاتب الدولة مرحبا بك. عندي مجموعة من النقاط باش نحاول بكل عجالة يعني نقولهم لك. فما بعض نقاط زملائي سبقوني لها فمش نقعد نعاود فيهم برشا، لكن حبيت نبدأ بهدية حكومة السيد الفخفاخ 1.5 مليون تونسي، هي الزيادة في التعريفة اللي وصلت 300%. حكيوا عليها مجموعه من الزملاء نتاعي، لكن باش نحكي لك على انا ايش عملت معكم. انا اتصلت بكم انتم وفي مجموعه من المراسلات، اتصلت بوزاره الماليه، لكن كان تقريبا فما اجماع كامل انه لن يتم التراجع على هذه التعريفه. فطلبت من الوزير السابق سي نور الدين الري انه على الاقل تعملوا حاجه اتصاليا تفسروا للناس انه راهو فما ناس ساعات من مختلف الكتل. تقريبا اتصلت بجميع النواب كلها تقريبا تحركت، لكن ما كانش فما رد ولا فما تحرك، علما ان نحن عندنا يقين انه تقريبا ما كنتش تراجعوا في هذا، وهي علما كانت ضربه بصراحه موجعه جدا للتونسيين بالخارج. راهو نحكيو على زيادات ب 300%. نقطه اخرى، فترة الكوفيد الأولانية يعني والحجر الأولاني اللي صار، يعني صارت مجموعة كبيرة من الإخلالات واتصلنا بالوزارة نتاعكم وقمت مجموعة من المراسلات، ولكن تقريبا حتى مراسلة ما رجعتونا عليها، وبعثت لكم يعني حالات يعني مذكورة بالاسم واللقب وشني اللي صار وكذا. عباد تعطلت، عباد يعني عفوا في الكلمة يسامحوني يعني تمرمدوا الناس هذيا، ولكن تقريبا كان فما تقصير منكم، ضعف امكانيات. حبينا نعرفوا شنو اللي صار بالضبط في الموجه الاولى للكوفيد للناس اللي قاعده ملوحه غاديك، علما انه في الموجه هذيك في الكريز هذاك يعني دخلت الدبلوماسيه نتاعكم لاحد الاعلاميين باش نجم خرج يعني في سهوله تامه. بقيت المواطنين وقت اللي كلمناكم قلتوا لنا صعيب وما فماش تراخيص للخروج للدخول، بعد فاجئنا انه فما احد الاعلاميين يعني خذا من عندكم استثناء وخرج. يعني علاش فما واحد نجندوا الدبلوماسيه نتاعنا ليه باش يخرج، وفما بقيه المواطنين كي نكلموكم عليهم تقولنا لا، فرجاء يخرج البر. باش نجيك نفس النقطه هذه. النقطه هذه زادت تمس مثلا الطلبه التونسيين بالجزائر. اليوم عندنا مجموعه كبيره من الطلبه التونسيين وقاعدين لهنا واحلين في تونس. الاشكال فاش سيد الوزير؟ هو انه في 15 ديسمبر تنطلق يعني السنه الدراسيه في الجامعات بالجزائر، يعني هما بدلوا على خاطر الكوفيد والحجر كل شيء بدلوا التواريخ نتاعهم. نهار 15 ديسمبر لليوم الناس هذه قاعده لهنا ملاخذوا اجابه من عندكم، لا فما مساعي كيفاش باش تخرجوهم، واذا تعرفوا اذا فاتهم التقييد يعني عام من ناحيتهم مشى خساره، وعام من ناحيه بعض الشبان يعني يتكلف برشا سيد الوزير. علما زاده وصلت لنا معلومات، واذا كان تحب نمدك بعد، انه فما البعض تم تدخل لهم خلسه وتسويه وضعاتهم وخرجوا للجزائر ولقيتوا لهم وضعيه. نجي لنقطه اخرى، رسلت سيادتكم في الفترة اللي فاتت على وبعثت لكم زاده يعني فلاش ديسك فيها مجموعة من الفيديوهات على بعض القنوات الإعلامية الخارجية، وسميت لكم إن كان صرت في بعض القنوات الإعلامية المصرية والإماراتية دخلوا في الشأن التونسي مباشرة وعملوا ومضات للخروج للشارع. يعني مش حلوا سياسيا ولا كل شيء، لا عملوا ومضات تحسيسيه للخروج للشارع وانه يمارسوا يعني حق التظاهر واسقاط حكومه. بعثت لكم مراسله رسميه بهذه وبعثت لكم فلاش ديسك. هل يعقل اليوم الدوله التونسيه وزاره الخارجيه التونسيه تسكت على ومضات تحسيسيه للخروج للشارع واسقاط حكومه وتأيد في احزاب على احزاب؟ احقاقا الحق انا رسلت زوج مراسلات، مراسله كانت مع سيد نور الدين الري لما قابلته في الجلسه لهنا سالته عليها، قال لي رانا تحركنا وعملنا بعض الاتصالات، لكن
ما نجمش قال لي نقول لك يعني لنا بالسريه وكذا. فتفاجئنا انه نفس الومضات رجعت في المده الاخيره، عاودت راسلتكم ومازلتم ما جاوبتونيش، والحكايه هذه خطيره جدا. حاجه اخرى نقفل بها هي الملف الدبلوماسيه الاقتصاديه. سيد الوزير، اليوم نحن عندنا سفير نوال حسنه وما عندناش سفير الاقتصاد التونسي. اليوم التمور التونسيه تتباع يعني مش باختف، يعني في حاجه تعيسه جدا، ما عندناش تثمين للزيوت التونسيه. اليوم قادرين انتم بمجهود قليل جدا بالتنسيق مع بعض الوزارات انكم تحسنوا الاقتصاد التونسي، وهذا بالامكان، الحلول موجوده. شكرا. شكرا سيد النائب. الزميل موسى بن احمد.